السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فريد واهلا بيكم في فيديو جديد. زمان وانا صغير لما كنت بقعد اتفرج على يوتيوبرز وهم قاعدين بيلعبوا بنضارة الفي ار ببقى نفسي قوي اجرب الموضوع وادخل بقى واسافر واطير والعب واعمل كل حاجة. بس الفكرة ان الفي ار زمان ما كانتش مجرد بس ان انت محتاج النضارة وخلاص، محتاج النضارة بتوصلها بكابل، محتاج الكاميرتين اللي انت بتحطهم في الاوضه عندك علشان يعملوا سكان للاوضه عشان يتتبعوا حركه النضاره وحركه الدراعات نفسها. ده غير طبعا انك كنت محتاج سواء جهاز بلاي ستيشن او كنت محتاج بي سي قوي ب8 كيلاتك. فالموضوع كله ما كانش مقتصر بس على النضاره، وكنت محتاج تصرف فلوس كتير قوي، وكمان التجربه في الاخر ما بتبقاش احسن حاجه. ولكن طبعا زيها زي اي تكنولوجيا اول ما بتظهر بتبقى غاليه ومش كل الناس بتعرف تجيبها. ولكن دلوقتي الموضوع بقى اسهل كتير. عشان كده في الفيديو ده جاي اقول لك كل حاجه انت محتاج تعرفها عن الميتا كويست 3 وال3 اس، سواء كنت ناوي تشتريها ومحتاج نصايح او حتى اشتريتها بالفعل. ان انا واجهتني مشكله وانا قاعد بسيرش على النضاره دي قبل ما اشتريها، ان انا مش لاقي اي فيديو يوتيوب عربي يعلمني ويعرفني كل حاجه انا محتاج اعرفها عن النضاره قبل ما اشتريها، سواء كنت هشتريها مستعمله او جديده. انت كشخص محتاج تشتري نضاره في ار، محتاج تشوف كل حاجه وتعرف كل حاجه قبل ما تشتريها، خصوصا لو انت داخل العالم ده جديد. محتاج تشوف النضاره بتعرض ازاي، محتاج تشوف الالعاب اللي موجود عليها ايه، المنصات اللي بتدعمها، محتاج تشوف كل حاجه حرفيا. عشان كده لو ناوي تشتري النضاره او حتى اشتريتها فكمل الفيديو للاخر، لان صدقني هيفيدك. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتسيب لي اي كومنت، لان ده فعلا بيساعد. خلينا نبدا مع بعض باول حاجه، وهي الفروقات ما بين الميتا كويست 3 والميتا كويست 3 اس. خليني اعرض لك جدول المواصفات عشان تبص عليها، ولكن خليني الخص لك الفروقات ما بينهم في كام نقطه. اول حاجات اللي انت ممكن تلاحظ الفرق ما بينهم، مبدئيا الاثنين بيجوا بنفس المعالج، يعني نفس الاداء. الشاشات اللي انت بتبص عليها من خلال النضاره الاثنين يعتبروا قريبين من بعض، يعني لو جمعت الارقام ما بين الشاشه الاولى والثانيه هيطلع لك تقريبا 4K. ولكن الكويست 3 اس هي اقل شويه في ريزولوشن، ولكن الفرق مش كبير. وطبعا الشاشه بتاعت النضارتين بتدعم لحد 120 هرتز، مش في كل الالعاب والقوائم ولكن هي موجوده. مجال الرؤيه والاف او في بتاع الكويست 3 هو اوسع شويه من ال 3 اس، يعني الكويست 3 بتيجي ب 110 وال 3 اس 96. لو ما جربتش الكويست 3 قبل كده وجبت الكويست 3 اس على طول فانت مش هتلاحظ الفرق ده. حاجه ثانيه برده موجوده في ال 3 مش موجوده في ال 3 اس، وهي مدخل السماعات ال 3.5 مللي. ولكن عموما كده كده تقدر تستخدم اي ادابتور من 3.5 لتايب سي، ولكن وقتها هتخسر فكره انك ممكن تشحن النضاره وانت بتلعب. في برضه نقطه ثانيه، وهي السنسور بتاع الديبس اوف فيلد اللي موجود في الكويست 3 هو اعلى وادق شويه من ال 3 اس. بس سيبك من كل اللي فات ده وكل الفروقات دي ممكن اصلا ما تلاحظش الفرق ما بينها. ولكن اكتر حاجه بتميز الكويست 3 عن ال 3 اس وهي العدسات بتاعه النضاره نفسها، لانها بتيجي بعدسات جديده اسمه بانكيك. النوع ده من العدسات بيكون ارفع والوضوح بتاعه اعلى بكتير، وما فيهوش مشكله انك لما تيجي تبص على اطراف العدسه او اطراف الصوره تحس ان في نغمشه او الصوره مش واضحه او بليري شويه، عكس العدسات اللي موجوده في ال 3 اس واللي هي نفس العدسات اللي موجوده في الكويست 2 واللي هي عدسات الفريزنل. النوع ده من العدسات بيكون اسمك والوضوح بتاعه اقل، يعني انت لو لابس الكويست 3 اس لو جيت تبص على اطراف الصوره هتحس ان الصوره منغمشه كده، محتاج تبص في نص الصوره او في نص العدسه علشان او تجيب المشهد بتاعك في النص عشان توصل للسويت سبوت او توصل لاكتر حته شارب موجوده في العدسه او موجوده في الشاشه. هي دي اكتر نقطه بتفرق العدستين عن بعض. هل في فرق كبير ما بينهم؟ بصراحه فيه، يعني انت لو جربت الكويست 3 ورجعت تجرب ال 3 اس هتحس باختلاف كبير. بس نصيحتي ليك قبل ما تشتري اي حاجه من الاثنين دول، ممكن تروح اي ستور او اي مكان مثلا سايبر، اي مول بيكون عنده النضارتين دول، ممكن تجرب دي وتجرب دي وتشوف الفرق ما بينهم وتحدد القرار بناء على كده. طبعا اللي بيحكم كده كده في الاخر هي البادجت. وعلى ذكر البادجت بقى، فالكويست 3 بيجي منها نسختين، نسخه 512 ونسخه 128، وال 3 اس بتيجي بنسخه 256 و128، مفيش منها 512. الكويست 3 سعرها في حدود ال $500 للنسخه ال 512، وال 3 اس ما بين 300 ل $400 على حسب النسخه. نيجي بقى لتصميم النضاره وتوزيعه الزراير والحاجات اللي بتلاقيها فيها. من قدام هتلاقي 3 كبسولات كده موجود فيهم المستشعرات والكاميرات اللي بتنقل لك الصوره وبتعمل سكان للمكان اللي انت موجود فيه، وبتعرف تشوف ايدك او الكنترولرز وانت ماسكهم. وطبعا الباث ثرو اللي موجود في الكويست 3 او ال 3 اس بيكون ملون، على عكس الكويست 2 كان ابيض واسود. وهتلاقي فيه فتحه كده او خط داير ما يدور حوالين النضاره، الخط ده هو اللي بيطلع منه التهويه. والمروحه بتاعه التبريد في النضاره صوتها مش عالي، فانت مش هتبقى سامعه وانت بتلعب. على اليمين هتلاقي مدخل التايب سي وزرار الباور وكاميرا صغيره، ومن على الشمال هتلاقي في مدخل السماعات وكاميرا ثانيه زي اللي موجوده على اليمين. الكاميرتين اللي موجودين على يمين وشمال النضاره وظيفتهم ان هم يساعدوا النضاره ان هم يشوفوا حواليها بشكل احسن، ان هم يشوفوا ايدك لو انت مثلا حاططهم في جنبك كده، فالنضاره تعرف تشوفهم وتعرف تستشعرهم بشكل افضل. ومن تحت النضاره هتلاقي بكره كده لما تيجي تحركها هتلاقي العدسات بتتحرك يمين وشمال، ودي بتساعدك علشان تحرك العدسات على حسب بعد وقرب عينيك عن بعضها، لان المسافه ما بين العينين مختلفه عن كل شخص والتاني.
فانت بتقعد تظبطها كده لحد ما تلاقي السويت سبوت او الحته او المنطقه المناسبه ليك. هتلاقي كمان زراير تعليق وتوطيط الصوت، غير انك تقدر تشحن النضاره دي بشكل وايرلس عن طريق الكونتاكت بينز دول، بس ده في حاله لو انت اشتريت القاعده بتاعت الشحن. الدراعين بقى بتوع النضاره فيهم 4 سبيكرات، كل دراع فيه 2 متوزعين بحيث ان هم يخلوا صوت اللعبه او صوت الحاجه اللي انت بتستهلكها على النضاره يكون محيط. والدراعين دول تقدر تعدل الوضعيه بتاعتهم، سواء ترفعهم لفوق او تنزلهم لتحت على حسب الاستراب اللي انت لابسه وعلى حسب راحتك. بالنسبه بقى صوت السماعات في النضاره دي فهو عالي وواضح، البيز بتاعه قليل، صوته محيطي، هيديك تجربه كويسه وهتحس انك منغمس في المحتوى اللي انت بتشوفه. ولكن الفكره اي حد قاعد معاك او حواليك وانت بتستخدم النضاره فهيكون سامع الصوت اللي خارج منها، لان هو صوتها عامل زي السبيكر. فانت لو بتتفرج او بتعمل اي حاجه في النضاره ومش عايز حد يسمعك فلازم تلبس سماعه. من ناحيه العدسات هتلاقي عندك عدستين البان كيك، وهتلاقي في النص المستشعر اللي اول ما بتشيل النضاره من على وشك بيطفي الشاشه. جسم النضاره كله معمول من البلاستيك عدا منطقه العدسات هتلاقي معموله كده من الرابر. نيجي بقى للدراعات، هتلاقي عندك 2 تريجرز في كل دراع، وزرار الواي والاكس والبي والاي والانالوج، وزرار الهوم على الكنترولر اللي على اليمين والاوبشنز على الشمال. خليني بقى احكي لك عن تجربه الاستخدام الفعليه للنضاره دي في كل حاجه. بقالي سنه تقريبا بستخدم النضاره دي، وعايز اقول لك ان تجربتها مميزه تقريبا في كل حاجه، سواء في الالعاب، مشاهده المحتوى، المالتي تاسكينج، برودكشن، اي حاجه انت عايز تعملها النضاره دي هتخدمك فيها. في الالعاب بتديك تجربه كويسه جدا وكواليتي عاليه، بتحس انك منغمس في اللعبه خصوصا مع السبيكرات الموجودين في النضاره. غير فكره ان النضاره دي نفسها هي ميكسد رياليتي مش فيرتشوال رياليتي وبس، يعني تقدر انك تجرب العاب مدموجه مع الواقع بتاعك. يعني ممكن مثلا تبقى بتلعب لعبه وانت لابس النضاره وموجوده على الترابيزه هنا، ممكن تلعبها بايدك، ممكن بالكنترولر. فهي فكرتها ان هي ميكسد رياليتي، يعني ممكن تلعب في البيئه اللي انت موجود فيها، تبقى شايف حواليك وفي نفس الوقت اللعبه موجوده في الاوضه اللي انت بتلعب فيها او في اي مكان. غير ان انت بيبقى عندك حاجه زي فيرتشوال هوم او عندك كده مكان يعني بتروح له، هو ده البيت بتاعك جوه الفيرتشوال رياليتي بتاع ميتا. تقدر بقى تغير في شكل الافاتار بتاعك، تلبسه هدوم، تلبسه نظاره، تعمل فيه اللي انت عايزه، او تغير شكل الافاتار بشكل عام. حتى البيت بتاعك جوه العالم بتاع ميتا تقدر تغيره، ممكن تحط مرايه، ممكن تحط شورت كات لحاجه معينه، ممكن تقعد كده وتغير الباك جراوند وتحط مثلا تحط فيلم او تحط اي ابلكيشن انت شايفه وتقعد تتفرج عليه في منظر كده خلاب بصراحه. فهي من ناحيه هتفصلك وهتعزلك عن العالم، فهي حرفيا هتعزلك وهتفصلك. طبعا تقدر تستخدم النضاره دي بايدك من غير ما تستخدم الدراعات او تبقى ماسكهم، سواء انك تتحكم في النضاره نفسها او في القوائم او انك تشد حاجه او انك تتاتش عليها كده اكن في شاشه طايره وانت توني ستارك قاعد بيقلب فيها. او حتى تقدر تلعب بعض الالعاب اللي بتسمح لك انك تستخدم ايدك او الهاند تراكنج علشان تلعب او تتفاعل مع اللعبه، والموضوع بيبقى اميرسيف جدا انك ممكن تمسك حاجات بايدك. طبعا انت مش بتبقى حاسسها بايدك، ولكن الفكره نفسها انك ممكن تمسك حاجه تحركها، ترميها، تمسك مسدس، تمسك اي حاجه. الموضوع بيبقى ممتع جدا. وفي العاب كتير طبعا بتدعم الباث ثرو. انت اصلا اول ما بتفتح الستور بتلاقي في العاب معينه كده يعني متى بتنصحك انك تبدا بيها، منهم لعبه كده ميكسد رياليتي بيخليك تعمل سكان للاوضه بتاعتك وتلاقي في كائنات فضائيه نازله من الحيطه، بتنط من الحيطه بتاعتك او نازله من السقف، وانت بيبقى معاك مسدس كده وبتقعد تضرب عليها. وده بقى ياخدنا لتجربه الباث ثرو عموما بالنسبه للنضاره. يعني انك مثلا ممكن تكون لابسها وشايف البيئه اللي حواليك، وخليني اقول لك ان الموضوع عامل اكنك يعني عينك دي اتحولت لكاميرا. فكونسبت الكاميرا كل ما يكون في اضاءه احسن واضاءه اعلى كل ما يكون الرؤيه هتكون افضل. يعني لو انت مضلم الاوضه خالص ولابس النضاره هتبقى شايف الاوضه وشايف حواليك، بحيث انك ما تمشيش مثلا فتلبس في حيطه ولا تلبس في كرسي ولا اي حاجه. بس مش هتعرف مثلا لو الدنيا مضلمه جامد انك تمسك الموبايل وتقرا رساله، تكتب رساله، ترد على مسج، هتعرف، ولكن الموضوع هيبقى صعب. هتحس كده بديستورشن في الموبايل بيحصل، صعب اصوره لك، لان لما بتيجي تصور بالنضاره دي كواليتي التصوير اللي بيطلع بيبقى اعلى من اللي عينك شايفاه جوه الشاشه. عشان كده في فيديوهات كتير في النضاره دي بتنخدع بيها. يعني انا اول ما جيت اشتريها الكواليتي اللي انا شايفه جوه النضاره من حيث الباث ثرو او من حيث الالعاب ذات نفسها كان اقل بفرق واضح من الفيديوهات اللي كنت بشوفها لها على اليوتيوب. فانت اعمل حسابك على النقطه دي. ولكن عموما انت هتبقى شايف البيئه اللي حواليك، يعني شايف الجهاز، شايف الترابيزه، شايف كل حاجه. عايز تروح مثلا تقيد النور، تعمل تشيك حاجه معينه بشكل سريع هتقدر، بس مش هتقدر تعيش بيها. يعني مش هتقدر تفضل لابسها كده وتروح تعمل حاجه معينه مثلا. غير انك ممكن تستخدمها ككاميرا او كبي او في كاميرا، تبقى حاططها على دماغك وبتسجل فيديو، وتقدر مثلا تمسك تستعرض منتج، تعمل اي حاجه، تصور حواليك وهكذا. وموضوع التصوير ده نقلنا لنقطه ان المايك بتاع النضاره دي حاجه من انظف المايكات اللي انا جربتها على اي جهاز في حياتي. طيب دي كواليتي تسجيل المايك بتاع النضارة. زي ما قلت لكم هو حرفيا مبهر، يعني بجد الصوت نقي جدا جدا.
تحس انك كده بتتكلم في مايك بودكاست. فلا يعني كويس، هيبقى كويس جدا في الفويس شات، هيبقى كويس في الالعاب وانت بتتكلم مع اصحابك، بتتكلم كول. بجد بجد مايك حتى انت اصلا ممكن تعمل بيه صناعة محتوى. صوتك بيطلع نقي معزول، لو في اصوات اي حاجه حواليك بيعزلها وبياخد صوتك انت بس، لدرجه ان لو في شخص معاك في الاوضه هو بيتكلم وانت كمان بتتكلم، هو اصلا مش هيجيب صوت الشخص ده، هيجيب صوته بنسبه ضعيفه قوي وهيبقى لاقط صوتك انت بس، تحس ان انت بتتكلم من مايك بودكاست. فانت مع الفويس شات وفي الالعاب الاونلاين مش هيبقى عندك اي مشكله، والطرف التاني هيبقى سامعك بشكل ممتاز. لازم تبقى عارف برضو ان النضاره دي ستاند الون، يعني انت مش محتاج كمبيوتر، مش محتاج اي سيت اب، مش محتاج اي حاجه علشان تعرف تستخدم النضاره دي وتلعب عليها. النضاره فيها معالج بشكل داخلي، فيها رامات، فيها سيستم كامل معمول علشانها. انت بس بتشتري النضاره زي ما هي، معاك الدراعات، تلبس تلعب، هي ستاند الون، مش محتاجه اي حاجه تانية عشان تشغلها. واغلب العاب الفي ار اللي نازله على منصات زي ستيم معمول لها بورت للنضاره دي ولكن بجرافيكس اقل، غير طبعا انك تقدر تشغل كل العاب الفي ار اللي موجوده على البي سي على النضاره، فانت معاك ده ومعاك ده، غير انك تقدر تنزل على النضاره برامج والعاب وملفات اي بي كي ومحاكيات، وتقدر تعمل حاجات كتير قوي بالنضاره ديت انت ما تتصورهاش. يعني اعتبر اكنك معاك كمبيوتر وكونسول وجهاز اندرويد كلهم في جهاز واحد. مشاهده المحتوى، الفيديوهات، الافلام على النضاره دي تجربه مميزه وممتعه جدا، خصوصا لو انت هتتفرج على فيديوهات 360 او فيديوهات اللي هي الفي ار. ولكن مع الوقت الطويل هي مش مريحه، حتى لو انت جايب استراب للنضاره ومخليها اريح شويه، ولكن فكره انك تبقى شايل يعني وزن على دماغك طول الساعتين 3 بتوع الفيلم او المسلسل او الحاجه اللي انت بتتفرج عليها مش مريحه. مش زي مثلا وانت قاعد قدامك شاشه، يعني شاشه زي دي مثلا، وانا قاعد بتفرج كده مفيش حاجه على دماغي، يعني انا قاعد مرتاح. لكن لما يكون في حاجه بالحجم ده على دماغك، هي مش تقيله قوي، ولكن في الاول وفي الاخر في وزن، تمام، هتتحرر، هتعرق طول ما انت قاعد بتتفرج ومثبت دماغك في حته معينه. فكره اصلا انك مثبت نفسك كده وانت قاعد تتفرج مش افضل حاجه. فانت تقدر تتفرج عادي على افلام ومسلسلات، كده كده انت هتجرب وهتشوف التجربه بالنسبه لك هل كويسه ولا لا. ولكن بالنسبه لي في مشاهده المحتوى هي كويسه ولكن مش افضل حاجه. يعني ما اروحش مثلا اقعد اتفرج على مسلسل فيها او فيلم بشكل اساسي وانت بتلعب، مفيش مشكله تقعد ساعتين 3 بتلعب، لانك كده بتتحرك، ماسك الكنترولز وبتتحرك وبتتفاعل وبتروح وبتبص فوق وتحت ويمين شوال شمال وبتعمل اللي انت عايزه. لكن في فيلم زي ما قلت لك انت قاعد كده ثابت، ممكن اتحرك البوزيشن بتاع الشاشه او الفيديو اللي انت بتتفرج عليه، ولكن عموما كده كده انت جرب ومش هتخسر حاجه. ولا بتتفرج على فيلم او فيديو يوتيوب او اي حاجه من الحاجات دي، فتقدر تخلي النافذه بتاعه الفيديو، تقدر تكبرها، تقدر تخليها كيرفد، تقدر تحركها في اي مكان في الاوضه اللي انت موجود فيها. تقدر مثلا تثبتها على الحيطه ديت وتبقى قاعد تتفرج، تكبر حجمها تصغرها، تقدر تقلل البرايتنس بتاع الاوضه كلها وتخلي مثلا البرايتنس بتاعت الشاشه بس هي اللي واضحه. تقدر تدوس خبطتين على النضاره ذات نفسها علشان تنتقل للفيرتشوال رياليتي او البيت اللي موجود في الفيرتشوال رياليتي بتاعتك بتاعت ميتا، وتبقى قاعد مثلا حاطط الشاشه على الفيو بتاع الشلالات والاشجار وتبقى قاعد بتتفرج. دي كانت تجربه ممتازه الصراحه، بالنسبه لي كانت ممتعه. هل بقى تقدر تستخدم النضاره دي في انك تزود البرودكتيفيتي بتاعتك، تفتح بقى 4-5 شاشات قدام منك وتحط ويندو هنا، تحط التايم لاين تحت، تحط شاشه هنا، تقعد تتنقل بقى ما بينهم، فيديو شغال فوق طاير كده؟ هل تقدر تعمل كل الكلام ده؟ تقدر تعمل كده عادي جدا وبكذا طريقه، بشكل مجاني عن طريق الويندوز اب. وبصراحه الصوره كانت واضحه، الرؤيه كانت مظبوطه، قادر اشوف التكست اللي انا بكتبه، تقدر تكبر وتصغر حجم الشاشات اللي انت عايزها، كواليتي الصوره نفسها كويسه وتقدر تعتمد عليها، وكمان الليتنسي قليله. يعني وانت بتحرك الماوس مثلا لو النت عندك كويس، طبعا كل ده معتمد على شبكه النت بتاعتك، ويكون الكمبيوتر والنضاره على نفس الشبكه. لو جيت مثلا تحرك الويندوز تيجي تنقل نافذه من شاشه للتانيه، هتلاقي الليتنسي يعني شبه معدوم، مش موجود قوي، يعني على حسب برضو الاكتيفيتي او الحاجه اللي انت بتعملها. يعني لما جيت مثلا العب، هو بيستريم حاجه تقيله، بيستريم صوره، بيستريم جيم بلاي، وانا بلعب الليتنسي بدات تزيد بشكل ملحوظ. فعلى قد ما التجربه ممتازه، ولكن هنرجع برضو لنفس النقطه، ان انت هتبقى قاعد شغال 3-4 ساعات، قاعد بتمنتج فيديو مثلا، مش هتبقى مرتاح، وفي يعني كل الوزن ده على دماغك، مش هتبقى مرتاح وانت مثلا قاعد تبص للكيبورد. في برضو حاجه مهمه وحاجه ايجابيه في النضاره ديت، ان انت لو منغمس في الفيرتشوال رياليتي بتاعك او في البيت بتاعك جوه الفيرتشوال رياليتي بتاع ميتا، وفي مثلا كيبورد وانت قاعد قدام الكمبيوتر، فبيفتح لك نافذه كده بيبين لك منها باث ثرو، عن طريقه تقدر تشوف الكيبورد
تمام، وتبقى قاعد شغال بحيث انك انت منعزل بس في نفس الوقت الكيبورد بتاعك باين. بس زي ما قلت لك نرجع تاني للنقطه بتاعت الافلام، ان انت مش هتقدر تقعد 4 ساعات او 3 ساعات شغال وحاطط الوزن ده او حاطط النضاره دي على دماغك. انا عن نفسي ما ارتحتش في الموضوع ده، بس انت ممكن ترتاح عادي جدا. فزي ما قلت لك جرب. بس انت لو عندك عموما شاشه واحده، يعني مثلا عندك لابتوب او بي سي بشاشه واحده صغيره مثلا، وانت نفسك تجرب تدخل موضوع انك يبقى في عندك اكتر من شاشه، ممكن مع الوقت تتعود على ان النضاره موجوده على دماغك وشغال وعادي جدا. يعني هو الموضوع في الاول في الاخر تعود. في حاجه تانية برضو نسيت اقولها، ان انت تقدر لو انت لابس النضاره مثلا وبتلعب وفي تجمع او في ناس قاعده معاك وعايزين يشوفوا انت بتعمل ايه او بتلعب ايه، فتقدر تستريم اللي انت بتعمله على الويب براوزر على موقع ميتا، او تقدر تعمل كده عن طريق الابلكيشن. لما بتيجي تنزل الابلكيشن بتاع الهورايزون بتاع ميتا وتيجي توصله بالنضاره، في اوبشن انك تعمل كاستنج على الابلكيشن او انك تعمل كاستنج على الويب، او حتى لو في مثلا مونيتور او حاجه ممكن برضو تعمل كاستنج عليه، بحيث ان يعني الناس اللي حواليك تبقى شايفه او تبقى عارفه انت بتعمل ايه او بتلعب ايه، يتفاعلوا معاك تتفاعل معاهم وهكذا. يعني نروح بقى لتجربه البي سي في ار او العاب الفي ار اللي موجوده على البي سي. النضاره دي هتسمح لك تشغل كل العاب البي سي في ار، سواء اللي موجوده على ستيم او على اي منصه تانية او على اي ستور تاني بشكل عام، بكواليتي عاليه بليتنسي قليل، سواء وايرلس او حتى وايرد. بل كمان تقدر تحول اي لعبه موجوده على البي سي هي مش لعبه في ار تقدر تحولها لفي ار. بس انت ممكن تدور على الطريقه دي على اليوتيوب، هتلاقي عليها شروحات كتير. لازم تبقى عارف ان النضاره ما هي الا بتعمل ستريم من الكمبيوتر، يعني الجهاز بتاعك هو اللي بيشغل اللعبه، لعبه الفي ار بتاعه البي سي، وبينقل الصوره للنضاره بحيث تعرف تلعب. فانت محتاج يكون عندك جهاز متوسط لقوي علشان تعرف تشغل العاب الفي ار على الكمبيوتر بتاعك. في عندك 3 طرق علشان تقدر تلعب العاب الفي ار اللي موجوده على الكمبيوتر على النضاره بتاعتك. اول طريقه واللي هي الفيرتشوال ديسكتوب، ودي طريقه مدفوعه. تاني طريقه الستيم لينك او الستيم في ار، وثالث طريقه عن طريق الكابل. خلينا نبدا بالستيم لينك. هو ابلكيشن مجاني بتنزله من الميتا ستور، وبتنزل الستيم في ار على ستيم عندك على الكمبيوتر. وبعدين اول ما بتفتح البرنامج هتلاقي الكمبيوتر بتاعك قاري ان هو اونلاين، بتدوس عليه بيدخلك على ستيم في ار او الهوم بتاعك جوه ستيم في ار، تقدر من خلاله تشغل او تلانش اللعبه وتبدا تلعب بشكل طبيعي. لو جينا لمميزات الطريقه دي، فهي اولا مجانيه. لو سرعه النت عندك عاليه هتديك اداء كويس جدا وصوره كويسه، ولكن بالنسبه لي طبعا النت في مصر بعافيه شويتين 3 10، فانا واجهتني مشاكل كبيره جدا مع ستيم لينك. ما اعرفش بسبب النت ولا بسبب ستيم نفسها، لكن الصوره كانت بتقطع، كواليتي ساعات كانت بتقل، جليتشات ساعات كانت بتحصل. فالطريقه دي ما اشتغلتش بافضل شكل بالنسبه لي، بس ممكن بالنسبه لك تشتغل كويس. بس طبعا اهم حاجه لو انت هتلعب وايرلس على النضاره، لازم تكون موصل البي سي بتاعك عن طريق كابل الايثرنت او كابل اللان عشان تاخد اعلى سرعه. نيجي بعد كده لو ناوي تلعب عن طريق الكابل. مبدئيا الكابل اللي انت هتلعب بيه لازم يكون فيه مواصفات معينه، يعني اقل حاجه مثلا طول الكابل من 3 ل 5 متر عشان تعرف تتحرك براحتك وما تدوسش عليه وتقع، او النضاره تتشد او الكيسه تتشد وتقع لا قدر الله. يعني فلازم اقل حاجه من 3 ل 5 متر عشان تعرف تتحرك براحتك. غير ان الكابل نفسه لازم يكون يو اس بي 3 عشان ينقل داتا اسرع. بتوصل الكابل في النضاره وبعد كده بتحطه في مدخل ال 3.0 عندك في الكمبيوتر، وبتعرف النضاره على برنامج الميتا هورايزون عن طريق الكابل. بس في الاول بتفتح البرنامج وبتعمل تيست للكابل ده. البرنامج بيعمل تيست لسرعه الكابل، بيشوف هل هو مناسب. لو طلع لك علامه صح او قال لك سرعه الكابل حوالي مثلا 2.5 جيجا او 3 جيجا، فالكابل ده مناسب جدا وهتقدر تلعب عليه بدون اي مشاكل. عن طريق بقى الميتا هورايزون هتقدر تلعب كل العاب ستيم او اي لعبه في ار موجوده على الكمبيوتر. في كمان طريقه اضافيه بالنسبه للميتا هورايزون، انك تقدر تلعبه بشكل وايرلس على طول من غير ما توصل كابل، بس مش احسن طريقه خالص. يعني لما انا جربتها او حتى جربتها على اجهزه صحابي والنضارات بتاعتهم ما كانتش حلوه، ما كانتش ستيبل خالص، يعني بلاشها اصلا. نيجي بقى لافضل طريقه بالنسبه لي او افضل طريقه اشتغلت معايا ما بين كل الطرق ديت، لان انا جربت كل الطرق. هو برنامج الفيرتشوال ديسكتوب. هو برنامج مدفوع موجود على الستور بتاع ميتا، سعره حوالي $25. بيعتمد بشكل اساسي على التوصيل الوايرلس، بس الفكره ان هو اوبتمايزد جدا لدرجه ان انت حتى لو النت عندك مش اسرع حاجه فبرضه هينقل لك صوره الكواليتي بتاعتها كويسه وبليتنسي قليله. في اعدادات كتير جدا تقدر تعدلها، اعدادات للشبكه، تقدر تعدل الباندويث، تقدر تعدل الفريم ريت اللي هيوصلك لحد 120 هرتز. تقدر كمان تختار على حسب كارت الشاشه بتاعك او حسب امكانيات جهازك، تختار هل محتاج الصوره تبقى لو، ميديوم، هاي، على حسب الكارت اللي عندك هتقدر تختار. هو هيعمل اوبتمايزيشن
على حسب امكانيات جهازك. يعني هتلاقي فيه اعدادات كتير جدا تقدر تعدلها وتلعب فيها علشان توصل لاحسن تجربه. غير انك تقدر كمان من خلاله تعمل ستريم لشاشه الكمبيوتر بتاعك، تقدر تضيف فيه شاشات. وبصراحه مقارنه ما بينه وما بين الويندوز اب اللي موجود بشكل مجاني او موجود بشكل نيتف على النضاره، فالكواليتي بتاعته كانت احسن، الليتنسي كانت اقل بكتير، كواليتي التكست وكواليتي الصوره نفسها احسن بكتير. يعني انت لو حابب تختم لعبه على البرنامج ده وانت لابس النضاره وتبقى حاطط شاشه كبيره قدام منك مثلا وماسك الكنترولر موصله، فهيديك تجربه كويسه وهتقدر تختم اللعبه عادي جدا. في كمان ميزه حلوه قوي وهي انك الانفايرمنت تقدر تغير البيئه اللي موجود فيها شاشه الكمبيوتر. يعني هنفترض مثلا ان انت عايز تعمل سيت اب احلامك، حلو، فانت الشاشه بتاعت اللابتوب او الجهاز بتاعك هتعمل لها ستريم على النضاره، وهتقدر تغير الانفايرمنت، يقدر يحط لك شاشه الكمبيوتر بتاعتك ديت جوه سيت اب افتراضي او شاشه سينما او في الفضاء، او ينفع تحطها لك في اي حته. ممكن تبقى باث روم حاطط بس شاشه الكمبيوتر في الاوضه عندك هنا عادي، على حسب انت عايز ايه. فهو بالنسبه لي الصراحه كان مقدم لي احسن تجربه، اقل ليتنسي، اوضح صوره، صحيح مدفوع ولكن يستحق بصراحه. في نقطه كمان نسيت اقولها بالنسبه للكابل، لما تيجي تدور على كابل الفي ار هتلاقي اغلب الاسعار غاليه. يعني ممكن تلاقي كابل يوصل ل $100 عادي جدا، الكابل بتاع ميتا اصلا ب $80. ولكن هحط لك لينك او يعني نوع معين من الكابلات اللي انا بستخدمه في الفيديو، سعره تقريبا حوالي $6 $7، يعني حوالي 400 جنيه مثلا يعني. وبصراحه بيديك تجربه ممتازه وكويس، وبيقرا معاك يعني سرعه عاليه 2.5 جيجا 3 جيجا. فهو قيمه مقابل سعر قعدت كتير لحد ما لقيته، فهسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن والموديل بتاعه برضه عشان لو اللينك ده سولد اوت او اي حاجه حصلت. ظبطني بقى بلايك واشتراك كده، انا عمال اتعب في الفيديوهات واجيب لك لينكات واقارن لك واعمل انزل كده اعمل اي حاجه، مش تخسر حاجه يعني. نيجي بقى بعد كده للبرامج والالعاب اللي انت تقدر تنزلها على النضاره. في كذا طريقه تقدر تجيب بيهم البرامج والالعاب بتوعك على نضاره الميتا. اولهم طبعا انك ممكن تحمل او تشتري الالعاب اللي انت عايزها من الستور بتاع ميتا بشكل مباشر، او انك تشترك في خدمه الهورايزون بلس اللي موجوده على الستور اللي بتديك العاب بشكل مجاني كل شهر. بس الفكره انك لما بتيجي تاخد اللعبه وتنزلها وتلعبها، لو الاشتراك بتاعك خلص فعامل زي البلاي ستيشن بلس كده، مش هتعرف تلعب. يعني هي ما بتاخدهاش، انت فاهم قصدي، بتفضل عندك بس ما بتبقاش بتاعتك، لازم تقعد تجدد الاشتراك عشان تعرف تلعب. او انك تروح تحمل الالعاب والبرامج بشكل مجاني، سواء الالعاب الاونلاين او يعني مالتي بلاير، سنجل بلاير. في حاجات كتير قوي مجانيه كويسه على النضاره دي. ولكن انا وانت عارفين انك هتعمل ايه في الاخر، هتروح للطرق الملتويه علشان تنزل الالعاب. بس انا مش هقدر اذكر لك الطرق دي ايه هي علشان يوتيوب ما يزعلش. يعني ما تقلقش، كده انت هتعرف تنزل العاب وبرامج براحتك، مش هيواجهك اي مشاكل على النضاره دي. وبصراحه بشكل اساسي انت هتستخدم الطرق دي، يعني انت في نهايه المطاف هتستخدم الطرق دي. كمان ممكن تنزل متجر السايد كويست اللي بيسمح لك انك تنزل العاب وبرامج مش موجودين اصلا على الميتا، على الستور بتاع ميتا. برامج كتير ممكن تنزل براوزر، ممكن تنزل العاب اصلا موجوده على الكمبيوتر من زمان بس اتعمل لها بورت في ار وماش موجوده على الستور بتاع ميتا، بس ده موجود عادي بشكل رسمي، تقدر تخش وتجرب. ولو في لعبه مثلا مدفوعه فبينقل لك على الستور بتاع ميتا، فهو يعني هي حاجه رسميه عموما. ولكن نزله برضو، وهتقدر من خلاله كمان انك تعمل تويك للاعدادات بتاعه الميتا. يعني تقدر تعلي ريزولوشن الشاشه، تقدر تعلي الفريم ريت بتاع الشاشه. هي باي ديفولت معموله 60 هرتز، لما تيجي تخش جوه الالعاب تقدر تغيرها تخليها 90 120 براحتك. بس في القوائم تقدر عن طريق السايد كويست تخلي النضاره 120 فريم، تقدر تكسر سرعه المعالج، تعلي الاداء بتاعه. طبعا كل ده بيجي على حساب البطاريه بتستنزف بشكل اكبر، واللي هنجيلها في النقطه اللي جايه. بس بيديك اداء احسن، بيديك جرافيكس احسن في الالعاب، ريزولوشن اعلى، فريم ريت اعلى. فانت ممكن تعمل تويك للاعدادات بتاعه الكويست بتاعتك عن طريق البرنامج ده. فبرنامج مفيد جدا وهتحتاج تنزله لما تشتري النضاره. طيب نيجي بقى على نقطه مهمه، واللي هي الاكسسوارات اللي تشتريها مع النضاره. حاجات مهمه وضروريه لازم تشتريها اول ما تجيب النضاره، حاجات تانية مش مهمه بس لو جبتها مفيش اي ضرر، وحاجات تانية بقى ملهاش اي 30 مليون لازمه، لو جبتها هتبقى بترمي فلوسك في الارض وبتضيع فلوسك. الحاجات المهمه والضروريه اللي انت محتاج تجيبها من اول يوم او على الاقل اول فتره انت اشتريت فيها النضاره. اول حاجه ستراب ببطاريه او من غير بطاريه عادي، بس يفضل ببطاريه، لان بطاريه النضاره ديت هي بيجبرها قوي ساعتين، ساعه ونص، ساعتين ونص، على حسب اللعبه اللي انت بتلعبها، على حسب الاستهلاك، على حسب كل حاجه. بس هتخلص منك. يعني في مره وانت قاعد مندمج وفي سيشن كده هتلاقي بتقول لك البطاريه قليله اشحني، فانت هتحتاج استراب ببطاريه. الاستراب مهمته ان هو يريح، يوزع الوزن على دماغك، لان الاستراب العادي حقير، بجد حقير.
يعني انت بتلبسه كده الوزن كله نازل قدام، يعني نازل على قدام، مفيش حاجه تعدل الوزن من ورا. فانت هتحتاج استراب ببطاريه تلبسه كده هيعدل الوزن من ورا. في انواع كتير في استراب بس بيبقى من هنا ومن هنا بس مجرد استراب عادي. وفي استرابات تانية بيكون في جزء من هنا سبورت للحته ديت، ومن ورا برضو نفس الكلام. مش هتفرق تجيب ايه، المهم انك تغير الاستراب الحقير اللي متى بتحطه له. تاني حاجه ممكن تجيبها هي عدسات حمايه لعدسات النضاره. عدسات النضاره دي حساسه جدا، عامله زي عدسات عامله زي الازاز بتاع الساعات الغاليه، بيتخربش من اقل حاجه. بس عموما يعني ممكن تلاقي العدسات دي، ممكن ما تلاقيهاش. انا عن نفسي الصراحه ما جبتهاش، لان النضاره بتاعتي كنت شاريها مستعمله كانت بالفعل متخربشه. هقول لك قدام في الفيديو لو العدسات بتاعتك بالفعل متخربشه ازاي ممكن تشيل الخرابيش دي وتصلح الموضوع. بس عموما حاول تشتري عدسات اللي هي ماجنتيك اللي بتلزق، ما تجيبش عدسات من اللي هي سكرينه، اللي هي السكرينه الازاز او سكرينه ورق او بلاستيك، بلاش تجيبها عشان هي اصلا هتخربش لك العدسات بتاعتك. جيب العدسات الماجنتيك اللي بتلزق على العدسه نفسها. في منها بتبقى عدسات حمايه بس، بتبقى مجرد ازاز، وفي منها بتبقى عدسات بلو كات وانتي ريفليكشن عشان تساعد عينك ان هي ما تتعبش، لان هي دايما بتبقى لازقه في الشاشه. فدي تاني حاجه مهمه لازم تجيبها. فوطه مايكرو فايبر صغيره. لو انت عندك نظاره، جراب نظاره بيبقى فيه فوطه كده تمام. ما تمسحش النظاره بتاعتك، ما تمسحش الميتك ويست في التيشيرت، اوعى تعمل كده. هات الفوطه بتاعت او الفوطه مايكرو فايبر الصغيره اللي بتيجي مع النظاره بتاعتك، بالراحه كده امسح بس كده بشكل دائري، ما تتغباش، ما تتغشمش، بشكل دائري كده على اساس النظاره بتاعتك ونضفها. لازم برضو انك تنظف النظاره بتاعتك يعني كل فتره، لان انت خصوصا لو في حد تاني هيستخدمها معاك مثلا، او حد استخدمها، السفنجه دي بتتوسخ. ممكن لو في عرق مثلا بتمتص العرق، فانت هتحتاج تنظفها. بتشيل الجزئيه ديت، يعني بتشيلها خالص. خلينا اشيلها واوريك. تبدا تجيب الجزئيه دي من فوق كده وتسحب، بعدين تسحب من تحت وهتلاقيها اتفكت معاك. فانت بتجيب الجزئيه دي كده بتاخدها وتنضفها، تغسلها، تغسل السفنج ده وتنشرها، تسيبها تنشف عادي. ومن جوه طبعا بحاجه ناعمه او ببلور مثلا بتبدا تنضف وتشيل التراب اللي موجود في الحتت المزنقه ديت. والعدسات زي ما قلت هتمسكها وتنضفها، تمسك القماشه كده بشكل دائري على العدسات بالراحه واحده واحده، وهتبدا تنضفها. اخر حاجه هتجيبها بشكل ضروري واساسي، هتجيب بطاريات قابله للشحن للدراعات بتاعتك. لو اعتمدت على البطاريات العاديه اللي بتشتريها ب 20 جنيه ولا ب 25 جنيه، تحطها يوم يومين وهتلاقيها فضيت وفصلت معاك. فانت هتجيب كيت كده بتبقى الشاحن نفسه بتاع البطاريات، ومعاها 4 بطاريات قابلين للشحن. البطاريه الواحده هتقعد معاك تقريبا من 4 ايام لاسبوع، ده اذا ما كانش اكتر على حسب استخدامك. يعني انا نادرا اول لما بغيرها، لان انا ما بلعبش عليها كتير، بس هتحتاجها ضروري دي عشان الكنترولر نفسه بيستهلك بطاريه كتير. نيجي بعد كده بقى الحاجات هي مش مهمه بس براحتك عايز تجيبها تمام. اول حاجه جراب للنضاره نفسها. بص انت مش محتاج جراب للنضاره، هي النضاره نفسها سوليد وقويه جدا. هي بلاستيك بس هي وقعت مني كتير حصل حوادث ياما. زعفران وقع النضاره قبل كده كذا مره وما حصلهاش حاجه الحمد لله. انت مش محتاج تجيب لها اي نوع من انواع الجرابات. لو انت مثلا لقيت جراب شكله كويس تمام. بالنسبه لي الجرابات هتخليها تاوفر هيت اكتر. عايز تجيب لها جراب شفاف عموما مفيش اي مشكله، بس انا مش شايف ليه لازمه بصراحه. نفس الكلام برضو هي حاجه سيئه الصراحه بالنسبه لي، الجرابات بتاعت الكنترولرز مش حاسس ليهم لازمه. يعني انا اصلا ببقى شايل الاستراب الصغير اللي موجود في الكنترولر عشان بيضايقني. انا بتزاول، مش كل شويه هحط احط الدراع في ايدي وانا كده ببقى ماسكه كويس مش بيطير مني. هي بتختلف من شخص للتاني، بس الجراب بالنسبه لي بيزاولني. في جراب بيبقى ليه ماسكه كده بتغطي الحته دي، ممكن تجيبه يبقى يعني بيهولد الدراع اكتر. بس الجراب ساعات ممكن يضر الدراع اصلا، لان هو بيبقى كله عباره عن سنسورز. الدراع بتاع الميتا كويست كله سنسورز. انت لما تجيب جراب وتغطيه فانت بتغطي السنسورز، فممكن يواجهك مشاكل مثلا في ان النضاره ما تقراش الدراع او كده. فعايز تجيبه هاته عموما، بس انا ما بنصحش بيه. حاجات بقى ملاش اي 30 مليون لازمه ومش هتنفعك ومش هتستمتع بيها ولا ليها اي لازمه، انك تجيب اكسسوري معين للعبه معينه. يعني مثلا لعبه بيت سيبر مثلا تمام، يقول لك هتجيب سيف طويل كده تحط فيه الكنترولر وتمسك بقى وتقعد تعمل كده او كده، تقعد بقى معلم شاورما، ولا ليها اي لازمه. ولما تيجي على فكره لما تيجي تستخدمها هتلاقي السيف جوه اللعبه مقلوب، يعني هتلاقي السيف جوه اللعبه مقلوب، فما تجيبهاش ملهاش لازمه. حاجه تانية شكل البندقيه.
بتخليك تجيب الكنترولر تحطه في بلاستيك كده شبه البندقيه وتمسكها كده كأنك يعني ايه بتضرب برضه، ولا ليها اي 30 مليون لازمه. هتلاقي الدراع او الدراع الشخصيه، هتلاقي البندقيه لفه عامل كده كده، ما تفهمش، ملهاش لازمه، ما تجيبهاش. اي حاجه مضرب تنس الطاوله ملوش اي لازمه برضه، مضرب وبتحط فيه الكنترولر وبتقعد تعمل كده، ما تجيبهاش. الحاجات دي ملهاش اي لازمه. اي اكسسوارز ليها علاقه بالعاب معينه او بتماركت لها على ان هي هتفيدك او هتديك تجربه احسن في لعبه معينه، ما تجيبهاش، ملهاش اي لازمه. نيجي بقى لاخر حاجه، اللي في ناس بتشتري النضاره ديت وتلاقيه بعد يومين 3 اسبوع شهر بيعرضها للبيع وتبقى نضاره جديده وزيرو. في ناس كتير بتتخوف من الموضوع ده، بس انا خليني اقول لك الاسباب. اول حاجه، هو مش بيكون عارف يستخدمها اصلا. يعني انا الشخص اللي اشتريت منه النضاره بتاعتي كانت مستعمله، قال لي ان الالعاب عليها غاليه وزهق منها. انا استغربت، العاب ايه اللي غاليه وزهقت من ايه؟ كميه الكونتنت اللي ممكن تطلع منه من النضاره ديت لا نهائي، حرفيا لا نهائي. فهو ما كانش عارف يستخدمها، وكان حاصر نفسه في حته انه يشتري العاب وما جربش العاب بي سي مثلا او حاجه زي كده، فاضطر يبيعها. فدي نقطه. النقطه الثانيه، وده السبب الاشهر، وهديك شويه نصايح في الموضوع ده برضو، ان في ناس بتدوخ منها. يعني بيجي يلبس النضاره بيجيله دوخه، بيغمى عليه. في ناس اعرفها كانت بيحصل لها المشكله ديت، اتعودوا بعدين. ولكن في ناس لا، يعني ما بتحبش الموضوع، اول ما يجي يلبسها كده بيجيله دوخه، ما بيعرفش يتوازن. وده اشهر سبب عموما. لما جيت سالت ناس كتير هو ده اشهر سبب. بس هديك نصايح بقى في الموضوع ده. لما تيجي تلعب اي العاب بيبقى فيه يعني اولا مش شرط انك تتحرك بشكل كونتينيوس، يعني مش شرط تقوم محرك التريجر كده فالشخصيه تتحرك، لا عادي ممكن تخليها سناب، يعني شخصيه تليبورت على حته معينه انت بتشاور لها. لما تيجي تلف الانالوج او التريجر الكاميرا نفسها بيبقى في حاجه كده زي هالات سودا بتغمق الصوره شويه بحيث تريح عينك. تمام. طبعا انا بالنسبه لي لاغي كل الكلام ده، انا بخش التجربه اميرسيف على طول عشان انا ما بدوخش من الحاجات دي. تمام. بس انت لو بتدوخ، اولا هتلعب وانت قاعد، هتشغل كل المودات اللي انا بقول لك عليها ديت. هو في اللعب اصلا يعني في اي العاب على نظاره الفي ار بيقول لك هل انت عايز تلعب وانت سيتد وانت قاعد ولا وانت واقف، هل عايزها اميرسيف ولا عايزه يساعدك فيها، وهكذا. واحده واحده تبدا تتعود لحد ما تخلي التجربه اميرسيف خالص. تبدا تجري بقى وتلف وتروح وتنزل وتنط وتقطع، تعمل اللي انت عايزه من غير ما تدوخ ومن غير ما يحصل لك اي مشكله. كمان لو انت لابس نظاره، هي مش نظاره نظر بس، لو انت لابس نظاره عموما هتقدر تستخدم نظاره الفي ار بشكل طبيعي جدا. في بلاستيكه كده بتبدا تشدها لبره يمين وشمال، بتدي مساحه ما بين العدسه بتاعت النضاره وعدسات النضاره بتاعتك. اخر حاجه بقى هتكلم فيها عشان انا طولت في الفيديو ده، بس انا حبيت ان هو يكون شامل والناس كلها تستفيد منه لو انت حبيت تشتري. والموضوع ده ليه علاقه بانك تشتري مستعمل في مصر تحديدا. ماشي. سعر النضاره دي في مصر والسوق بتاعها كويس جدا جدا. هي سعرها جديد، بتكلم عن نسخه 512 من الميتا كويست 3 حوالي 35. 3 اس مش عارف سعرها جديد كام بصراحه، ابقى احط لكم سكرين. بس سعرها جديد 35,000. حلو. لو مش عايز تجيبها جديده، وانا بنصحك ما تجيبهاش جديده، تجيبها كسر زيرو، هتجيبها في رينج ال 25 مبدئيا. كسر زيرو ما فيهاش ولا خربوش، جديده حرفيا، مفتوح علبتها بس واتجربت كام مره. 25,000. تمام. نسخه ال 512 تقدر كمان لو لقيت صفقه تلاقيها معاها ستراب ببطاريه، معاها شويه اكسسوارز. دي هتكون صفقه كويسه بالنسبه لك. لو حبيت بقى تجيب حاله اقل شويه يعني اقل شويه فيها خرابيش مثلا حاجه زي كده، انا عن نفسي جبتها، كنت جايبها ب 17,000 بس عشان كانت نسخه ال 128. وعلى فكره نسخه ال 128 هتكفيك عادي جدا، ممكن تحط عليها 5-6 العاب وهتعرف تشتغل وهتعرف تلعب وهتكفيك عادي جدا بالابلكيشنز بكل حاجه. بس انا كنت جايبها فيها خرابيش كتير في العدسات بتاعتها، وهقول لك حليت الموضوع ده ازاي. حليته عن طريق ان انا وديته لمركز صيانه. طبعا مش مركز معتمد لان مفيش حاجه زي كده في مصر. هتوديه لاي حد بيشتغل في نظارات الفي ار وشغال في موضوع نظارات الميتا كويست. هو بيعمل حاجه اسمها يعني بيسكراتش العدسات او بيصنفر العدسات بتاعت النظاره، بيصنفر الطبقه المتخربشه فالطبقه الجديده بتظهر تحتها. ماشي. حرفيا بيغير الرؤيه وبيغير شكل العدسات 180 درجه. العدسات بتاعتي كانت متخربشه جدا وفيها خرابيش غويطه كمان، بيصنفر بس الطبقه ديت. ماشي. وبترجع شبه جديده، بس هي بيعيد احياء العدسات تاني. فده لو انت النظاره بتاعتك بتستخدمها بقالك فتره ومتخربشه تقدر تعمل الحل ده، بس هتحتاج تدور شويه على مركز او حد موثوق تديله النضاره بتاعتك ويصنفر العدسات. لو هتشتري النضاره دي مستعمله، اقعد جرب فيها براحتك. خدها من الشخص اللي انت بتشتريها منه، جرب السنسورز، جرب الكنترولرز، جرب التراكنج،
سيب الكنترولرز وجرب بايدك الاتنين من غير التراكنج. جرب لعبه معينه مثلا، جرب الصوت شغل عليها، جرب البورت بتاع الشحن، جرب مدخل السماعات، وهكذا. اقعد جرب فيها كل حاجه. اهم حاجه فلاش موبايلك وتتشيك على العدسات، تشوف الخرابيش، كل خربوش زياده في النضاره دي بيقلل من سعرها. المشتملات اللي معاها طبعا الشاحن، ما هو معاش غير الشاحن والكابل بشكل عام يعني. كنترولرز تكون تمام، مفيش كسر او خربوش واقعه، وهكذا. بس كده. لو وصلت لحد هنا فالفيديو ده مفتوح، تقدر تكتب لي اي اسئله تحت في الكومنتات، هرد عليك بالتفصيل عشان تعرف تشتري وانت مطمن. واكيد تنسانيش بالسبسكرايب واللايك. وعايزك تقول لي رايك في الباك جراوند ديت، في باك جراوند الخشبيه اللي هنا اللي صورت على الفيديو اللي فات، الفيديو بتاع هواوي، تقدر تخش تشوفه. وفي الباك جراوند ديت، فقول لي انهي انت بترتاح لاني واحده فيهم. كنت ناوي اخلي الباك جراوند دي للفيديوهات اللي علاقه بالجيمنج او الاجهزه والتك بشكل عام، ودي مثلا لحاجه اهدى شويه او اروق. بس انت قول لي رايك في الكومنتات تحت. وبس كده. سلام.